اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى ناس حلوين. العيش خلص من عندي يا جماعة، أعمل إيه؟ جبت شوية دقيق على شوية خميرة على شوية مية وعملت أحلى عيش. يلا نقولهم بالمقادير. جبت كيلو دقيق، أو يعني ده أقل من كيلو دقيق، يعني 6 كوبايات أو 5 كوبايات دقيق. حطيت عليهم معلقة خميرة، معلقتين سكر، معلقة صغيرة ممسوحة ملح عفوا. وجبت شوية مية دافية دفيتهم كده، وهنزل بكوباية ونص ونعجن بقى العجين. مش هنغلب يعني، طالما الحاجة خلصت هنعمل ايه؟ نتصرف ونعملها في البيت. انا حطيت كده نص كوباية تاني، وهملى كوباية وهحطها جنبي، وهنزل منها واحدة واحدة بالشكل ده. هنعجن العجينة تبقى طرية شوية بالشكل ده. هننزل بالمية واحدة واحدة لحد ما نخلص كمية المية اللي معانا، وهنشوف هتاخد مية قد ايه بالشكل دوت. انا هعجنها كده حوالي 10 دقايق، وهفضل اعجن والت فيها اعجن والت فيها بالشكل ده لحد ما اوصلها للعجينة اللي انا عايزاها بالشكل دوت. لسه المية ما خلصتش، ولسه العجينة عايزة مية. هنعجن بقى ونلت فيها ونطلع غلبنا فيها بالشكل ده. خدت معايا حوالي 3 كوبايات الا ربع تقريبا. انتوا هتشوفوا قوامها في الاخر بقيت بالشكل ده بالشكل ده. هو طبعا في ايديا التانية ما بتلزقش اهي. هنغطيها بقى بستريتش لو عندك، او بكيس تلاجة، او باي حاجة عندك غطيه. المهم تغطي العجينة وتسيبيها ايه تخمر شوية قد نص ساعة كده لو الجو حر. لو الجو شتا شوية هتطول معاكي. انا هدهن ايديا كده دهن الزيت بس عشان ايه اعمل العجينة كده من بعضها من البولة، اطلعها من البولة. واديت العجينة كده بوكسين حلوين، وهقطعها بقى كده كويرات صغيرة. وهرش شوية دقيق كده علشان ايه طبعا العيش ما يلزقش في الرخام بالشكل ده. وعلى حسب بقى الرغيف، ما تبقى عايزاه كبير عايزاه صغير، على حسب القطعية اللي انت بتقطعيها. هنقطع بقى الكمية كلها كده ونريحها شوية قد 5 دقايق كده ترتاح بس. وبعد كده نروح عاملين ايه؟ اللهم صل على النبي. هنقطع الكمية كلها كده، لسه بنقطع بالشكل ده. وهنغطيها بقى بأي فوطة أو أي قماشة نضيفة عندك وغطيها. وبعد كده نبدأ من أول واحدة قطعناها مع بعض، بأول كرة عملناها مع بعض، ونفردها. بس ما تفردهاش ايه بسمك رفيع، خليها ايه مليانة شوية محملة شوية بالشكل ده. وهنريحها ونفرد ونريح. هنفردهم كلهم، هنفرد العجين كله ونريحه. وبعد كده ايه نسوي. انا هوريكي برضك شوفي مريحينه ازاي بالشكل دون.
نشابة كده، وممكن بايدك. ريحة العيش في البيت يا جماعة، ريحة الخبز في البيت جميلة وبتملى البيت خير وبركة كده. بصي اهو انا بوريكي مريحة ازاي. انا طبعا ولعت على الطاسة وسويت شوية اهو، وهوريكي بقية الايه العيش بأسهل طريقة. بسم الله ما شاء الله، بصوا نفخ ازاي اهو، تحفة تحفة جدا اهو. وما بياخدش وقت في التسوية، ما بيكملش دقيقتين على النار وتلاقيه رفع واتنفخ وبقى جميل بالشكل ده. تحفة تحفة يا جماعة والله، تحفة وجميل وطعمه جميل جدا. بصي ما شاء الله. بالشكل ده. لو وصلتي بقى معايا لغاية هنا، لايك حلو وتعليق حلو منك، وتقولي لي بتتابعيني منين عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. بصي رافعة ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا يا رب لكل اللي كانوا يا رب. وبيرمي معاكي كمية حلوة، يعني بيرمي معاكي كمية جميلة يعني بالشكل ده. انا بقى افتح لك رغيف، شوفي شوفي الرغيف حلو يعني مش صغير. بصي من وشه زي ظهره، يعني ما تلاقيش الظهر كده تخين والوش رفيع. وبألف هنا وشفا يا رب.